السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات آية. اليوم فيديو جديد غنشارك معكم اللحم بالبرقوق اللي كيجي أكثر من رائع. وصفة مغربية تقليدية 100% وكيجي معلك. فقبل ما نبدا هاد لا فيديو ما تنسوش الاشتراك على القناة وديروا جيم، وكذلك كنتمنى تكونوا في احسن ظروف وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. فيلا على بركة الله. بالنسبة لهاد الوصفة فكنحتاج هنا اللحم الغنمي او لا اللحم البقري، لكم الاختيار. فانا عندي هنا اللحم الغنمي، خديته خديت طريفات كما شفتوا من اي جهة بغيتو كتاخدوا، اما من العنقرة او لا من الكتف، لكم الاختيار. فكناخدو واحد في واحد الطنجره اللي غنطيبوا فيها، كنزيدوا فيها الماء، كاس الا ربع ديال الماء كنزيدوا في داك مع داك الماء معلقه صغيره عامره مزيان ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الابزار مخلط ما بين الاسود والابيض، وهنا نص معلقه ديال القزبر اليابس، ومعلقه صغيره كنخدم بها. هنا عندي معلقه ديال الخرقوم البلدي، وكنزيدوا الملحه غير شويه لان اللحم الغنمي كيكون مالح. فهنا كنخلطوا مع هذاك الماء ديك العطريه مزيان. بالنسبه للماء ردوا بالكم من الماء عفوا من ديك الملحه ما خصكمش تكثروا لان اللحم الغنمي فكيكون مالح. فلا زدتوا الملحه بزاف فكما كيجيش زوين، يكون ملح بزاف ما غاديش يعجبكم. ردوا بالكم من الملحه. وهنا كنضيفوا الثومه، واحد جوج دراس كبار ديال الثومه محكوكين صافي. وكنبقاو ناخذوا داك اللحم ديالنا كنرقدوه، كنحاولوا نتبلوه مزيان بهاد التتبيله. كنحركوه يعني كنحاولوا نرقدوه مزيان مزيان. بالنسبه حاولوا ديروا بنفس هاد الطريقه هكا، رقدوه باش كيجيكم لذيذ بزاف بزاف. تقدروا ديروا غير نص ساعه او لا واحد جوج سوايع، ولا كان عندكم واحد المده جوج سوايع غترقدوه ديروه في الثلاجه. لكن غير واحد نص ساعه خليوه هكا في الطنجره كما انا، غطيو عليه واحد نص ساعه عاد طيبوه. فكيجي رائع واكثر من رائع. لا رقدتوه غير ما ترقدوهش في الليل وتخليوه بنهارو صافي. من بعد ما رقدته درته فوق النار وزدت عليه بصله كبيره مشلضه. بالنسبه لنا اللحم راه عندي تقريبا شي 2 كيلو ولا اكثر. المهم كنديروا ديك البصله مشلضه كبيره. وهنا البصله بلا ما تشحروها بلا والو، يعني غير كتلوحوها هكاك على اللحم، كتحركوا اللحم هكا بواحد المعلقه ديال الخشب، وكتزيدوا الماء. بالنسبه للماء لكم الاختيار، تقدروا ديروه سخون تقدروا ديروه بارد، لا ما كاين حتى مشكل. فانا درته هنا غير من روبيني، كنكب على هاد اللحم. صافي شوفوا هنا انا ما رقدت ما شحرتش اللحم، يعني كان مرقد من قبل، يعني شرب داك التتبيله مزيان بلا ما كتشحروه. صافي كديروا غير البصله كتزيدوا الماء صافي. هنا خديت الماء الكافي اللي غيغطي لي هذا اللحم غيطيب فيه في خطره. ما كنبقاوش نزيدوا الماء من الاحسن خذوا الماء الكافي وكنغطيو عليه. من بعد ما كنحسوا ديك المرقه كتغلي كنضيفوا فوق هذاك داك الغطاء العطريه ديال اللحم اللي هي بسيبيسه ونويره وقعقله، 3 ديال المكونات. وهنا الزعفران الحر كنحاولوا نسخنوه فوق هذاك الطنجره، وكناخذوا داك المعلقه عفوا داك الزعفران الحر ملي كيسخن كنحكوه بين يدينا كما شفتوا، وكنزيدوه هاد هاد المرقه. وهنايا ديك العطريه اللي بسيبيسه ونويوره وقعقله دقيتهم عفوا طحنتهم وزدتهم على هاد المرقه. وهنا صافي وكنحاولوا نحركوا كما شفتوا، كنحركوا هكا في اللحم ديالنا. بالنسبه للماء راه عندي كافي هنا باش يطيب، وكنزيدوا ليه معلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن. ضروري السمن نديروه. وهنايا المسكه الحره لكم الاختيار، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، ولكن هاد المسكه الحره كتعلك المرقه ديالنا. فانا نقدروا نطحنوها مع هذيك العطريه ديال اللحم، او لا غير تحكوها في شي دلاك وتضيفوها كما درت انا. خذوا غير واحد 3 الحبات هكذا زيدوهم على هاد المرق صافي. وكنخلي الكل يطيب، وكنغطيو على هاد الطنجره ديالنا ونقصوا النار
ونخليوه يطيب على خاطر خاطرو. صافي من بعد مضات واحد نص ساعه، كنزيد واحد كاس الا ربع ديال الزيت مخلطه ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. ولا كان عندكم اللحم مشحم بزاف، ما نقصوا شويه من الزيت. هنا كناخذوا البرقوق ديالنا، كنكونوا رقدناه في الماء، كنزيدوا ليه شويه د الملحه، واحد القرفه وشويه ديال الزيت، وكنوضعوه فوق النار كيطيب. بعد ما طاب كنعسلوه، كنضيفوا ليه شويه ديال السكر. انا درت هنا 2 معالق ديال السكر، وضروري نغطيو على البرقوق. وكنبقاوش ملي كيطيب ما نبقاوش نحركو بالمعلقه، غير باليد ديال الكاسرون. هنا اللحم ديالنا راه طاب كما شفتوا، وباقي فيه المرقه. غادي نخليه تختار لنا هاد المرقه باش كيجي معلك. فهنا يمكن لكم تزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال العسل فوق هاد اللحم وتخليوه يتعلك لينا. صافي كما شفتوا راه طاب وتعلك وجا رائع واكثر من رائع. صافي بالنسبه لهنا البرقوق ديالنا حتى هو راه طاب وتعلك لنا كما شفتوا. وكنقدموه في الطبق ديال التقديم كما شفتوا. هنا غادي نحط لكم اللحم كي كيجي هنا راه طايب معلك. وبالنسبه للعظم راه ما كيتحيدش منه، كيبقى فيه ما كيتحل ما والو داك العظم، ولكن اللحم راه طايب. ضروري خص اللحم يكون يطيب لينا مزيان باش كيجي في الماكله مزيان. فهاد الريحه كتطلع منه واحد الريحه ما شاء الله، كتطلع واحد الريحه ما نقول لكمش. فغير جربوا بنفس الطريقه وبهاد التوابل اللي ذكرت لكم اللي عطيتكم، فغيعجبكم وان شاء الله، وراه غيعجب حتى ضيوفكم. وكيبقى هاد الطبق هماوي رائع، غير خاص نتقنوه باش يجينا زوين ويعجبنا ويعجب حتى ضيافنا. فكنقدموه على هاد الشكل هكا كما شفتوا، وكنزينوه باش ما بغيتو. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، تزينوه باش ما بغيتو. كما قلت هنايا المرقه كما شفتوها خاطره كتجي لذيذه رائعه بزاف بزاف. وكنزينوه بالبرقوق. تقدروا تزينوه حتى بالمشماش وديروه بنفس الطياب ديال البرقوق، غير هو البرقوق طيبوه بوحدو والمشماش طيبوه بوحدو. صافي وكتقدروا تزينوا حتى ترشوا عليه الزنجلان. انا درت بعض الوحدات ديال البرقوق درت ليهم هكا الزنجلان، وكنزيد زدت ليه انا اللوز حمرته. صافي وتزين كيبقى لكم الاختيار، زينوه باش ما بغيتو. المهم خاص تكون الوصفه لذيذه ناجحه 100%. وكيبقى هذا كما قلت لكم طبق هماوي، وخاص يعجب ضيافكم بدك اللذه ديالو، ماشي غير في الشكل. يعني اللذه هي راه اهم حاجه. وصافي وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم ويعجب ضيوفكم، وكذلك ما تنسوش الاشتراك على القناه وديروا جيم وتبارطاجوه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.